تذوب في الفم. 1. عجينة التشارك، العجينة السحرية. تعتمد هذه العجينة على الكيلة، أي مكيال موحد تختارينه حسب الكمية. 3 كيلات فرينة، طحين، غربلة، كيلة سمن ذائب وبارد يمكن خلطه مع القليل من الزبدة، قرصة ملح، ملعقة صغيرة فانيليا، خليط من ماء الزهر والماء العادي لجمع العجينة. طريقة التحضير: 1. في إناء اخلطي الفرينة مع الملح والفانيليا ثم أضيفي السمن الذائب. 2. بسسي العجينة جيدا براحة يديك حتى تتشرب الفرينة كل المادة الدسمة. 3. ابدأي بإضافة خليط ماء الزهر تدريجيا مع الجمع دون عجن حتى تحصلي على عجينة طرية وسهلة التشكيل. 4. اتركيها ترتاح لمدة ساعة على الأقل، يفضل ليلة كاملة لنتائج أفضل. 2. الحشو العقدة: 3 كيلات لوز مطحون أو كاوكاو محمص قليلا ومطحون، كيلة إلا ربع سكر عادي، ملعقة صغيرة قرفة أو فانيليا حسب الرغبة، ملعقة صغيرة سمن أو زبدة لإعطاء طراوة. ماء الزهر لجمع الحشو. طريقة التحضير: اخلطي المكونات ورشي ماء الزهر تدريجيا حتى يصبح الحشو متماسكا وسهل التشكيل، ثم شكلية حرابيش صغيرة. 3. التشكيل والطهي: 1. شكلي كرات صغيرة من العجينة حوالي 30 إلى 35 غرام. 2. أفردي الكرة بشكل بيضاوي رقيق، وضعي حربوش الحشو في الوسط، ثم لفي العجينة عليه. 3. أغلقي الأطراف جيدا وشكليها على هيئة هلال متناسق. 4. ضعي الحبات في صينية، وأثقبي كل حبة ثقبا صغيرا بإبرة كي لا يتغير شكلها في الفرن. 5. أخبزيها في فرن مسخن مسبقا على 180 درجة مئوية حتى تصبح وردية خفيفة من الأسفل، لا تتركيها تحمر كثيرا حتى لا ييبس الحشو. 4. طريقة التسكير. التزيين: للحصول على طبقة سكر ناعمة ومثالية: 1. الشاربات: حضري خليطا من كأس ماء زهر زائد ملعقة كبيرة سكر ناعم زائد ملعقة كبيرة فرينة. 2. أغمسي حبات التشارك بعد أن تبرد تماما في هذا الخليط بسرعة، ثم قطريها. 3. ضعي الحبات في إناء واسع مملوء بالسكر الناعم، سكر جليس المغربل. 4. اتركيها مغطاة بالسكر لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تلتصق الطبقة جيدا. 5. امسحي الفائض من السكر بيدك بلطف، ثم رشي لمسة خفيفة من السكر الناعم بالمصفاة في النهاية.